احلى كنافه دي ولا ايه؟ عايزه اقول لكم ان الكنافه دي هي العشق. يعني اي حاجه محشيه مهلبيه او قشطه كدابه بتنزل كده في القلب على طول. شايفين ما شاء الله، شايفين عامله ازاي؟ والحشو اللي جوه متماسك. ايه رايكم النهارده ان شاء الله هنعملها احسن من اللي بتيجي من بره؟ هقولك ازاي ان هي تفضل اكتر وقت، ان هي او اطول وقت ان هي تكون مقرمشه معاكي. طبعا عارفين ان الحشوات اللي بيكون فيها مهلبيه او قشطه بتطرى بسرعه، فانا اقولك ازاي ان هي تفضل معاكي اكتر وقت ما تطراش معاكي. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما ننساش نسمي الله ونصلي على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. انا عندي هنا 3 كوبايات حطاهم على النار. بعد كده هجيب نص كوبايه من الميه، هحط عليهم 3 معالق من النشا وهضيفهم على الحليب. ممكن ان انت تضيفي النشا على الحليب من الاول او اللبن من الاول وتقلبيهم، بس هتفضلي في الوقت ده واقفه جنب منه وتقلبي على طول عشان النشا ما تكتلش معاكي. بس انا هنا حبيت ان انا اعمله في ميه، وبعد كده احطه شويه بشويه كده اول ما اللبن غلى معايا. بعد كده هضيف له شويه فانيليا او كيس فانيليا، وبحب اضيف له معلقه من السمنه او الزبده، ده بيخليه يمط معايا وبيبقى حلو معايا. لو انتي حابه تضيفي عليه معلقتين من وش اللبن او معلقتين قشطه بتديله قوام حلو وبيعزز من طعمه، بيبقى حلو معاكي وتحفه. انا حبيت ان انا اعمله اقتصادي باي مكونات عندك في البيت، اللي هو الحليب مش شرط القشطه، بس كل ما بتزودي حاجه كل ما بتديلها طعم اكتر. هسيبه على جنب ان هو يهدى. بعد كده هخش على الكنافه. طبعا اول حاجه لو هي مش موجوده عندك بتعمليها هو الشربات، بس عشان هو كان موجود عندي فانا بدأت في الحشو على طول. وانا بدأت بالحشو على طول عشان عايزاه يهدى شوية على ما اعمل الكنافة. هنا ده عندي نص كيلو من الكنافة، بتجيبيها لو هي لسه طازة هتحطيها في التلاجة كده في الفريزر ساعتين 3 لغاية ما تتجمد معاكي عشان تعرفي ان انتي تفركيها. طب انا مستعجله عليها، تجيبي مقص وتقعدي تقصيها كده بالمقص او بالسكينه هتقطعيها قطع صغيره لغايه ما تتقطع معاكي. بس اسهل حاجه اللي هو اللي انت تحطيها في الفريزر بتكون مجمده، ومجرد ما بتتكي عليها بتلاقيها بتتكسر بسرعه. جبت عليهم معلقتين كبار مليانين من السكر البودر، وبعد كده هغلف الكنافة بالسكر البودر. عايزاها كلها تتغلف معايا بالسكر البودر، ده بيخلي الكنافة معايا تكون ناشفة، وكمان بيخلي لونها حلو معايا، يعني السكر بيكرمل معايا الكنافة. اهم حاجة اوزع السكر مع الكنافة وانا بفرك الكنافة كده. لو لقيت فيها اي حاجة مش متكسرة او متفككة بحاول ان انا افكها معايا. بعد كده هجيب السمنة. انا عندي هنا كوباية من السمنة سايحة، مش سايباها على النار ان هي تسخن، لا مجرد بس ان هي تسيح، وبعد كده باخدها اضيفها على الكنافة. ممكن تشتغلي من العلبة على طول، الجو حر وهتلاقيها سايحة دلوقتي، ده لو هي محطوطة عندك في التلاجة. طيب النص كيلو كنافة بياخد من كوباية لكوباية وربع من السمنة. طب ازاي؟ لان الكنافة معمولة من دقيق، واحنا عارفين ان الدقيق بيختلف من دقيق للتاني، في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. فهنا ممكن النص كيلو ياخد منك كوباية، ممكن ياخد كوباية وربع. هنا اخدت كوباية وربع، هنا اخدت كوباية من السمنة. اهم حاجة بغلف الكنافة كويس بالسمنة، عايزة الكنافة تكون متشبعة من السمنة، مش عايزة حتة منها باينة بيضة، لان ده اللي بيدي قرمشة برضو للكنافة، وبتبقى معايا مش طرية، بتبقى مقرمشة وبتبقى طعمها كله حلو. عندي هنا الصينية اللي انا هشتغل فيها، دي الصينية اللي هي بتاعت البسبوسة بس اللي هي الوسط. هي بتاخد نص كيلو، بس ما بكون بعمل الكنافة اللي هي محشية مكسرات، لكن اللي بتكون محشية قشطة او مهلبية بتاخد اقل من نص كيلو، يعني حوالي كده كوباية، بتشيلي منها كوباية، لان الحشوة بتاعة القشطة دي بتكون رقيقة، يعني الكنافة بتكون قليلة فيها مش بتكون كتيرة فيها. اهم حاجة الصينية بدهنها سمنة من تحت كويس جدا، لان ده اللي بيديلي احمرار للكنافة من تحت، وكمان اما اجي اقلبها الاقي الكنافة معايا مش لازقة في قلب الصينية من تحت، فاهم حاجة تدهنيها كويس جدا. بعد كده بفرد نص الكمية بتاعت الكنافة تحت واضغط عليها كويس، وانت بتضغطي عليها بتشوفي بقى الحتة اللي باينة من الصينية بتحاولي ان انت تزوديها. بس اهم حاجة برضو وانت بتفردي الكنافة ان انت تساوي الكنافة، يعني ما تكونش حتة عالية وحتة منخفضة، لا انا عايزة الكنافة كلها سوا واحد. بعد ما هعمل الطبقة بتاعت الصينية ديت هتك عليها كويس جدا، وكمان هعمل كده من الجنب، عايزة اعمل من الكنافة شوية كده من الجنب
عشان اما اجي اضيف القشطه ما الاقيهاش لزقت معايا في قلب الصينيه، واجي اقلب الصينيه الاقي الكنافه عندي متماسكه في قلب الصينيه. يعني انتي لو خليتي القشطه لازقه في قلب الصينيه، هتيجي تقلبي الصينيه هتلاقيها كلها مش بتتقلب معاكي، هتلاقي جزء لازق معاكي في قلب الصينيه. فاهم حاجه اللي انتي تعملي الجنب ده اللي انتي تحوطيه بالكنافه، عشان ما تيجي تقلبيها تتقلب معاكي بكل سهوله. بعد كده جبت كيس التلاجة فردتها، وبعد كده جبت الصينية الأقل منها وهضغط كويس جدا. عايزة الكنافة دي تكون مضغوطة معايا كويس، عشان اما اجي اقطعها الاقيها مش بتتفرق معايا، بتتقطع معايا الخرطة بخرطتها. اهم حاجة زي ما انتوا شايفين بتك عليها كويس قوي. وعايزه اقول لكم ان انا بتك عليها على الارض، يعني انا بعملها قدام منكم كده على على الترابيزه، وبعد كده بنزل على الارض اتك عليها بعزم ما فيا عشان تطلع معايا زي ما انتوا شايفين مكبوسه صح. بعد ما بتكبسيها لو انتي لقيتي فيها حتت كده ظاهره او حته اعلى من حته، بتحاولي ان انتي تسويها معاكي بالكنافه. هنا كانت القشطه ما كانتش بردت قوي، فانا فردتها. انا بحب افردها يعني ولا هي سخنه قوي ولا هي بارده قوي. ليه؟ لو هي سخنه قوي يعني هتطري معايا الكنافه اللي تحت، ولو هي بارده قوي هتبقى نازله كتل مش هتعرفي توزعيها صح. فانا نزلتها هنا وسط. بعد ما نزلتها سبتها تهدى. انا عايزاها ان هي تبرد خالص وتبقى قطعه واحده متماسكه. هقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده بفرد الجزء التاني على القشطه، ونفس النظام زي ما انتوا شايفين. انا مش بكتر. ميزه الكنافه دي ان هي الكنافه مش بتكون كتير، الحشو هو اللي بيكون كتير. الحشو هو اللي بيكون ظاهر اكتر من الكنافه، وهنشوف دي في القطعيه في الاخر شكلها عامله ازاي. زي ما انتوا شايفين انا سويت الوش بتاعها، بسويه كويس جدا، وبعد كده بضغط عليها، بضغط بالراحه. لو انتم ملاحظين وانا بضغط مفيش حاجه بتطلع معايا. لو القشطه دي كانت سخنه او لسه طريه معايا ما سبتهاش ان هي نشفت، مجرد ان انا هضغط على الكنافه هلاقيها بتبوظ مني كده وبتطلع من الكنافه. فعشان كده سبتها ان هي تبرد خالص، عشان اما اجي اتك على الوش الاقيها متماسكه مش بتطلع معايا. انتي بتتكي بس ما تتكيش قوي برضو، لانها حاجه طريه ممكن ان هي تطلع معاكي. اهم حاجه ان انتي تسويها كويس جدا زي ما انت شايفه. بعد ما بتسويها بتشوفي بقى لو في كنافه على الاطراف بتاعتها بتشيليها. عايزه اقول لكم ان انا بسويها برضو بحط الكيسه كده على الوش وبحط عليها الصينيه، بس مش بتكه الصينيه، بس مجرد ان انا بحركها عليها بلاقيها ان هي بتسوي لي الوش. هنا خلاص بعد ما استوت انا بقى بدخلها الفرن. عايزاها تبقى مقرمشه معاكي، هدي النار شويه. يعني ما تخليش النار مثلا على 180، لا هدي النار اقل بشويه عشان تاخد وقت في قلب الفرن، عشان ان هي تتحمص معاكي. تاني حاجة لو انت عايزاها ان هي تكون مقرمشة، ده بيرجع للشربات بتاعها، ان الشربات بتاعها لازم ان هو يكون تقيل. بعمله ازاي؟ كوبايتين السكر عليهم كوباية من المية وعصرة ليمونة او ذرة من ملح الليمون، واسيبهم ان هم يغلوا لمدة 10 دقايق وبطفي عليهم. او لو انت عايزاه تعمليه زي المحلات وبتقعد دي لتاني يوم، يعني تاني يوم اخر النهار بتبقى مقرمشه معاكي، ان انت بتعملي كوبايه سكر، كوبايه عسل كلوكوز، كوبايه ميه. عسل الكلوكوز ده بيحافظ على الحاجه ان هي تفضل مقرمشه، بيحافظ على قوام الحاجه ان هي ما تطراش بسرعه. ده لو انتي حابه. بس طبعا احنا عارفين ان الصينيه دي مش هتقعد كتير معانا، يعني بكتيرها لو فاض حته لتاني يوم الصبح. احنا بنعملها كده صغيره على القد، مش بنكتر منها، وبتفضل بطعم يعني بنفس الطعم بتاعها وبتبقى تحفه. الشربات بقى اللي انا بسقيه عليها هي طلعت من الفرن سخنه، الشربات بيكون عندي بارد. بتسقيها بقى على حسب الكميه اللي انت عايزاها. عايزه اقولك كمان كل ما بتسقيها شربات اكتر كل ما بتقعد معاكي وكل ما بتبقى مقرمشه معاكي. بس زي ما قلت لكم انا عامله صينيه صغيره مش هتقعد معانا كتير، فانا حبيت ان انا اقلل السكر بتاعها، مش حاباها ان هي تكون مسكره قوي. فانتي ممكن تعملي حاجه صغيره كده لو انتي بتحبي الحاجه مش مسكره قوي، علشان ان انتي تسقيها حاجه بسيطه من السكر او من العسل. لكن لو هتقعد معاكي فتره او واخداها لحد عاملاها واخداها لحد، لازم تسقيها بالشربات صح عشان تفضل مقرمشه معاكي. هنا انا بحب دايما ان اما اجي بقدمها على الظهر بتاعها، اللي هو بيكون تحت في الصينيه. وشايفين اللون بتاعها ده اتحمر نتيجه اللي انا قلت لكم ان انا دهنه سمنه في قلب الصينيه من تحت. ممكن تغمقوها عن كده شويه، بس انا دايما اما بلاقي الصينيه احمرت من الجنوب يبقى كده خلاص.
شايفين الكنافه عامله ازاي؟ زي ما قلت لكم الحشو جوه بيكون اكتر من الكنافه بس بتكون حاجه بسيطه. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها تحفه تجنن. يعني عايزاكم تجربوها، مش هتفرق عن اللي بره اي حاجه خالص، وعاملاها في البيت اهيت مش هتكلفك كتير. شايفين عامله ازاي؟ دي العشق بقى. اي حاجه بتكون بالمهلبيه انا بعشقها، بتكون طعمها تحفه. وبعشقها اكتر لما بتكون طازه، يعني انا بحب ان هي تخلص كده وبتكون دافيه، وبحب ان انا اكلها وهي دافيه. يعني قولوا لي بقى انتوا بتحبوا تاكلوها كده ولا لا؟ شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ لو انتوا حابين ان انتوا تزينوا الوش بتاعها باي حاجه، ده براحتكم وده يرجع لكم، بس هي كده مش محتاجه اي حاجه تاني خالص. عايزاكم تجربوها، وانا متاكده بامر الله ان هي هتعجبكم. الكنافه بالقشطه، وزي ما اتفقنا القشطه هنا اهيت متماسكه مش سايله. اما تيجي تقطعيها اي حشوه فيها قشطه، حتى لو انت عاملاها واثقه من التماسك بتاعها، سيبيها لغايه ما تهدى شويه عشان ما تبقاش سايحه معاكي. ده فيديو النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم.